على ارض الواقع اللي بيحصل كالاتي: في كونتنت كريتورز وميديا بايرز وسوشيال ميديا ماركترز بيقبضوا 8000 جنيه في الشهر، وفي منهم ناس بيقبضوا 50 و60 الف جنيه في الشهر، ومن مصر خلي بالك، مش من شركات بره مصر. وفي نفس الوقت في مودريتورز بيقبضوا 4 5 6000 جنيه زي ما كلنا عارفين. وخليني اقول لك ان في مودريتورز بيقبضوا فوق ال 30000 جنيه وبرضه من شركات في مصر. بس هل تعرف ليه المودريتورز اللي بيقبضوا فوق ال 30000 جنيه هم من شغلانه المودريشن بيقبضوا 30000 جنيه واكتر؟ طيب هو هنا اصلا الفرق بيبقى في ايه؟ باختصار الفرق مش في التخصص بتاعك، الفرق في مستوى اتقانك انت للتخصص ده ايه. يعني مثلا المودريتورز دول اللي انا بقول لك بياخدوا 30 و40 الف جنيه، هم ليه بياخدوا الرقم ده؟ لان شغلانه المودريشن دي مش ان انت صدقني ترد على كومنت تقول له بعت لك انبوكس، ولا ان انت تخش على مسج تقول لواحد تبعت له مسج كوبي بيست لكل العملاء بتوعك. الشغلانه دي اصلا اسمها كوميونتي مانجمنت، واللي بيشتغل الشغلانه دي هو حد اسمه كوميونتي مانجر. كوميونتي مانجر دي شغلانه من اصعب الشغلانات اللي انت ممكن تتخيلها في الدنيا، لان انت هنا بتمانج كوميونتي، بتمانج بني ادمين حقيقيين، بتمانج افكار، بتمانج مشاعر، وبتمانج ناس عندها رغبات وعندها احتياجات.